يا أهلا يا أصحابي، أنا جدكم حكيم وجاي النهاردة أحكي لكم حكاية جديدة ومهمة جدا عن الاحترام وتقدير الكبار. يلا نسمع القصة سوا. كان يا مكان في ولد طيب اسمه كريم. كريم كان بيحب يلعب مع أصحابه في الشارع، وفي يوم وهو راجع من اللعب شاف جده قاعد على الكرسي في الحديقة وحاسس بتعب شوية. جده ناداه وقال له: يا كريم يا حبيبي، ممكن تساعدني أجيب العصاية من جوه البيت؟ كريم سكت وقال: أنا تعبان وعايز ألعب في التابلت شوية. جده اتضايق شوية لكن ما قالش حاجة. ماما شافت اللي حصل وراحت قالت لكريم بهدوء: يا كريم، لازم نحترم الكبار ونساعدهم. جده طول عمره بيحبك وبيهتم بيك. الاحترام مش كلام بس، الاحترام أفعال وتقدير. كريم حس إنه غلط وراح بسرعة حضن جده وقال له: آسف يا جدو، أنا بحبك وهجيب لك العصاية حالا. جده ابتسم وفرح قوي وقال له: يا كريم يا حبيبي، أنت ولد محترم وجدع. ومن يومها كريم اتعلم إنه لازم دايما يحترم الكبار ويساعدهم، لأن ده بيخلي قلوبهم سعيدة. الاحترام وتقدير الكبار بيخلينا ناس كويسين ومحبوبين. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة. وأنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.